اتلتيكو مدريد ودانيال فيج والحارس. شفتوا العودة نتاع عناصر اتلتيكو مدريد يعودون كالنحل بحثا عن العسل اللي هو الكرة، ويصبح التفوق العددي لعناصر اتلتيكو مدريد عندما يضيعون الكرة مثل ما هو التفوق العددي لجماهير الاتلتيكو، شيء طبيعي في مدرجات الفيتنتي كالديرون. الكرة في التماس لصالح فرانشيسكو لصالح ساول نيغويز من امام المدافع جوردي ألبا. المجهود البدني المبذول كبير وكبير جدا في المباراة من قبل اللاعبين. طبعا اللياقة البدنية سيكون لها دور في نهاية المطاف. طبعا ضيف الى ذلك انه الضغط النفسي يتعب. وانطلق كوكي على الجهة اليمنى، هيلا كوكي ولولو يفعلها ببيكي مرة ثانية. هل يجب ان يغير حذاء بيكي؟ تسترجع الكرة من جابي، وصلها لساول نيغويز، يرفع وبابا جول 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 جول. فانتاستيكو جريزمان، لأول مرة جريزمان يسجل على البارسا بألوان الاتليتيكو عند الدقيقة 36. فعلها بالراس، رصيد كذابي يا جريزمان، افتح مجال التسجيل من امام تير شتيغن. جول 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 جول، تشعل المباراة بعد هذا الجول يا جريزمان. ساول نيغويز حطها لك فوق راسك يا جريزمان. اول اهدافك ضد البارسا مع الاتليتيكو، واي هدف في اي مباراة يا سلام في فيتنتي كالديرون. الحارس جاء من برلين ولكنه لم يتمكن من صد هذه الكرة، وكأنه ارتمى من برلين الى مدريد. جريزمان قال له جول. اتلتيكو مدريد متفوق على برشلونة لابنك، ولكن لنا ايضا لانه هدف رائع، ولكل عشاق الكرة لانه هدف في منتهى الروعة. جريزمان جول مقابل 0 لاتلتيكو مدريد. تشعل المباراة الان في العشر دقائق الاخيرة من عمر هذا الشوط الاول. هل سيتغير سيناريو اللعب؟ هل سيواصل البارسا بنفس النسق؟ هل سيفعلها اتلتيكو ويضيف هدف ثاني قاتل؟ لانه يجب عليه ان يضيف هدف للاطمئنان. هل مدريد انيستا عنده الكرة الان، والحظ جزء من الكرة طبعا، الحظ جزء كبير من كرة القدم. ساول نيغويز، الكرة من هناك المرفوعة بعيدة تماما. بيكي لم يقدر على هذه الكرة، والانطلاقة من جريزمان. من حسن الحظ تير شتيغن الماني طبعا يتعلم على نوير انه يكون في مثل هذا المكان. الكرة تروح مباشرة لسيرجي بوسكيتس. سيرجيو بوسكيتس 5 دقائق بقات على نهاية الوقت الرسمي. راحت الكرة لانيستا من هناك، اللي يسجل الان يفوز، اللي يسجل يتأهل. الكرة من هناك لجوردي ألبا، يرجع لانيستا مرة ثانية في الوسط، تروح مباشرة لبوسكيتس. خلوكم المساحات تلعبوا كما شئتم في هذه المساحات الضيقة. سيرجي روبرتو ضيعها من امام فيليبي لويس، فوق وراح فيليبي لويس، انطلق كرة صعبة للاتليتيكو. فيليبي يلعبها ورجعته من عند كوكي. فيليبي كرة خطيرة، فيليبي راح، فيليبي واصل، فيليبي معاه، فيليبي مر، فيليبي يدخل، فيليبي ضربة جزاء. بابا 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 ضربة جزاء. برشلونة يسقط ارضا. ضربة جزاء فعلها البرازيلي. ماما ميا يقول سيميوني. ضربة جزاء وبطاقة حمراء يقول سيميوني للحكم. الايطالي ياخذ كامل وقته، ياخذ كامل وقته قبل ان يقرر. المهم قرر ضربة جزاء في انتظار البطاقة الحمراء في وجه انيستا. نعم يستحق البطاقة الحمراء داخل منطقة العمليات، لا غبار عليها. ضربة الجزاء يا انيستا متعمدة لمسة اليد. الحكم قال لا، ليس هناك ضربة جزاء. جريزمان يستعد لتنفيذ، قال ليس هناك بطاقة حمراء. جريزمان يستعد من امام الالماني تير شتيغن لتنفيذ ضربة الجزاء وتسجيل هدف ثاني. ومع تسجيل الهدف الثاني لا يمكن ان نقول بان الاتليتيكو تتأهل، لان المباراة لم تنتهي بعد. أنطوان جريزمان ياخذ كامل وقته، يسترجع انه يلتقط انفاسه، ياخذ وقته. جريزمان الفرنسي امام الالماني، يستعد جريزمان، يتقدم جريزمان ويضيع، يسجل جريزمان. جول 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 جول. أنطوان جريزمان يسجل الهدف الثاني للاتليتيكو. يسقط البارسا اليوم قبل دقيقتين من نهاية المباراة. لا أمسان ولا أماناس ولا أنسام ولا أنماس ولا أسنام ولا أسمان ولا هم يحزنون. أنطوان جريزمان هو اليوم هو اليوم جريزمان، اليوم هو يوم
بلانكوس الذي يقهر يتوجه نحو قهر البارسا في ملعب الجحيم. هكذا فعلها غريزمان. الأرماني ارتمى مع الكرة وغريزمان حطها على اليسار وسجل هدف ثاني. سيتأهل الأتليتيكو أو نذهب إلى وقت إضافي. المهم أن البارسا لن يتأهل عند 90 دقيقة من اللعب، قد يتأهل بعد الوقت الإضافي أو بعد ضربات الترجيح، لأنني أتحدث عن الكرة وعن اللعبة التي لم تنتهي لحد الآن المباراة. حكم المباراة هل طرد إنيستا أم لا؟ لم يطرده حكم المباراة، ويقول هدف ثاني. الدقيقتان الأخيرتان من عمر الوقت الرسمي للمباراة. أتليتيكو مدريد ب7 أرواح و7 أنفاس، وديغو سيميوني يصنع الفارق ويطلب من جماهيره مثل ما طلب منهم في الدور الربع النهائي عند ضربات الترجيح، في الدور الثمن النهائي عند ضربات الترجيح التي صنع فيها الفارق. الكرة لصالح كل خطأ يقول حكم المباراة لصالح أردا توران.